بيسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة سفيرة كل المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. سيادة السفيرة أهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا، مساء الخير. يا سيادة السفيرة، مجهود يعني أكثر من رائع يعني في غرفة العمليات من امبارح وانتوا شغالين علشان خاطر نيوزيلندا وأستراليا، ومستمرين أيضا داخل غرفة العمليات، وحضرتك يعني مجهود كبير جدا بتقوموا بيه، وده مش غريب على وزارة الهجرة. اشكرك. هو المجهود الحقيقه اللي لازم نثمن عليه هو مجهود المصريين في الخارج، وخاصه منطقه الخليج، يعني الكويت والمملكه العربيه السعوديه والاردن وسلطنه عمان. بالتاكيد الجهد اللي عملوه عشان يظهروا هذه الصوره الايجابيه لتصويت المصريين في الخارج في التعديلات الدستوريه 2019، بالتاكيد هو ده اللي احنا فعلا لازم نشكرهم. غرفه العمليات زي ما حضرتك ذكرت مكونة من فريق عمل وزارة الهجرة اللي الحقيقة اشتغل منذ مساء أمس لأستراليا ونيوزيلندا، أول يعني دولتين بدأوا بالتصويت للتعديلات الدستورية. بالتأكيد أن التواصل مع المصريين في أستراليا ونيوزيلندا كان أول شعلة فيما يتعلق بهذه العملية التصويتية، وبعدين منذ الصباح الباكر مع الدول العربية. حضرتك في غرفة العمليات يعني شغالين من امبارح حضراتكم، فيعني ايه اكثر المشكلات اللي ظهرت قدام حضراتكم او الاستفسارات اللي رديتوا عليها بالنسبة للناخبين؟ الحقيقة ما كانش فيه مشكلات أو شكاوى، ولكن هي كلها عبارة عن استفسارات. استفسارات خاصة ببطاقة الرقم القومي، وهل هو ممكن المواطن يتقدم به حتى لو هو غير صالح. طبعا أكدنا هذا الموضوع. ايضا كان في استفسارات عن مقر البعثات الدبلوماسيه وكيفيه الوصول ليها، ودي برضو ردينا بيها، واحيي كل البعثات الدبلوماسيه في الجهد اللي عملته النهارده لاستقبال المواطنين. وايضا الحقيقه لابد ان انا اذكر الجاليات المصريه خاصه في الكويت وفي المملكه العربيه السعوديه، لانه الحقيقه نظموا حفلات تنقل المواطنين من المناطق البعيده عن البعثات الدبلوماسيه، فبالتاكيد ده ايضا جهد مشكور. ايضا كان في اشاعات في الخارج انه المصري في الخارج ممكن ان هو يصوت الكترونيا، وده طبعا نفيناه. في استفسارات خاصه بالاقامات، هل ممكن ان انا يعني اصوت بالاقامه بتاعتي في الدوله المضيفه؟ بالتاكيد ده كلام مرفوض. ومع الرد على الاستفسارات كان ايضا في نصائح للمصريين في الخارج: عدم استخدام القلم الرصاص، عدم الكتابه على ورقه التصويت. كل الاستفسارات، كل النصائح والاسترشادات كان فريق عمل الوزاره بيرد عليها على مدار الساعه. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل المصريين في الخارج بيظهروا حبهم للوطن، وشغالين يعني مراسلين من أجل يعني تصحيح الصورة يعني المغلوطة، والرد على كافة المتشككين إن الانتخابات ليها كثافة كبيرة جدا من المصريين اللي في الخارج. عشان كده دايما بنقول انه الحرب اللي يعني ضد الدولة او موجهة للدولة المصرية، اكثر ناس يقدروا يدافعوا عن الدولة المصرية هم المصريين في الخارج، امنها القومي، وبالتاكيد انه نزولهم لصناديق الاقتراع ده ايضا هي خدمة وطنية، ولكن ايضا رسالة قوية جدا انه المصري في الخارج مرتبط بدولته ومشارك، وهو جزء ايضا في كل ما يتعلق في داخل هذه الدولة. معالي الوزيرة، أنا يعني بشكر حضرتك وبتمنى لكم دايما التوفيق، وكان يعني النجاح صح أكيد في الانتخابات الرئاسية. أنا عايز أقول لك كل رؤساء الجاليات والمصريين المغتربين بيتنافسوا على العدد الأكبر حول صناديق الاقتراع في الدول العربية بالتحديد، في وجود طبعا وزارة الهجرة اللي كانت بشرة خير للجميع. أشكرك، وخليني يعني من خلال البرنامج بتاع حضرتك يعني أرسل للجاليات المصرية في الدول العربية كل الاحترام والتقدير على الصورة الجميلة والوطنية اللي هم ظهروا بيها النهاردة، خاصة في الكويت، لأنه الإقبال منذ 7 صباحا على مقر البعثة الدبلوماسية في الكويت كان مشهود له، وطبعا بالتأكيد المملكة العربية السعودية والأردن، إنما يعني رصدنا تحرك المصريين في الكويت كان عالي جدا.
معالي السفيرة أنا بشكر حضرتك، وأنا عارف إن حضرتك يعني مشغولة جدا، لأن يعني الهجرة موجودة في كل مكان وفي كل بقعة من دول العالم، فبتمنى لكم التوفيق دايما، وأنتم دايما بشرة خير، وأنتم دايما سند كبير جدا للمصريين. شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا.